السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه ان شاء الله جايب لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم. ويا جماعه ما تنسوش يا جماعه الاشتراكات بتاعتكم واللايكات وتفعيل زر الجرس. بس قبل ما نبدا هنصلي على النبي. الف صلاه عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده الوقت بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه بقى؟ عن العملات بتاعتنا الجميله جدا. تعالى بقى نشوف العملات بتاعتنا النهارده هنتكلم عن ايه. بصوا دي يا جماعه دي عملات جديده وقديمه، في ال 20 جنيه، في ال 10 جنيه، في الربع جنيه، في ال 5 جنيه. دي العملات بتاعتنا. هربكم الكاميرا عليها وقولوا لي رايكم في العملات دي. ايه الفرق بقى بين العملات بتاعت زمان والعملات بتاعت النهارده؟ وايه اللي تجيب فلوس وايه اللي ما تجيبش فلوس؟ هقول لكم ايه اللي هتجيب فلوس وايه اللي مش هتجيب. ال 5 جنيه دي 5 جنيه دي تجيب فلوس، مكتوب عليها ايه؟ البنك. تعالوا يا جماعه نشوف العملات ايه اللي هتجيب لنا فلوس. لو عندنا العمله دي ازاي هتجيب لنا فلوس وازاي ولا ما تجيب لناش فلوس. هقول لكم تعالى مع بعض كده نشوف العملات اللي هتجيب لنا فلوس ايه ولا تتباع. لو عملات مصريه او غير مصريه، كل العملات يا جماعه دلوقتي بتتباع، مصريه او غير مصريه بتتباع. تعالى نشوف العملات ممكن اللي تجيب لنا فلوس. زي كده عمله صدام حسين، دي عمله عراقيه، دي مكتوب عليها ايه؟ 25 دينار. عمله زي كده دي بتجيب فلوس وبتتباع. في ناس بتنزل بتسال عليها مخصوص. القيمه بتاعتها محفوظه مش متبهدله، القيمه بتاعتها اهي محفوظه مش متبهدله. طول ما هي القيمه بتاعتها محفوظه تجيب فلوس كويس. دي عمله مش مصريه، ده بتجيب فلوس كويسه مش فلوس قليله. ايه تاني معانا ممكن يجيب كويسه؟ ال 20 جنيه زي كده برده بتجيب. ال 20 جنيه برده لو معاك حافظ عليها وهتجيب لك فلوس كويسه. حتى لو عرضتها على الفيس وبعتها ما تسالش بالعمله بتاعتك اللي معاك. النهارده بتجيب فلوس بفضل الله. وزي ال 10 جنيه برده الحمراء زي كده. ال 10 جنيه الحمراء برده يا جماعه لها سعر تاني خالص، بتجيب فلوس اروق. عشان ايه؟ ال 10 جنيه الحمراء قليله جدا في السوق، مش موجوده، نادره جدا ما تلاقي منها ال 10 جنيه الحمراء. بتفرق يا جماعه. ال 10 جنيه الحمراء بالذات بتجيب فلوس كويسه جدا، وبالذات لو القيمه بتاعتها جيده مش متبهدله. ده الظهر بتاعها. في 10 جنيه تاني ال 10 ريال سعودي برده بيجيب فلوس، ومع ان هو قديم مش جديد، عمله قديمه بس بتجيب فلوس. دي عمله سعوديه، دي عمله سعوديه، عمله قديمه بس بتجيب برده 10 ريال. دي لو رحت حتى بها صرف هتتباع. العمله دي قديمه بس بتجيب فلوس اهي. يبقى احنا ايه؟ تعالى مثلا زي ايه تاني؟ دي ده ربع جنيه 25 قرش المصري، البنك المركزي المصري يجيب فلوس. ما هو القيمه اللي عليه كويسه جدا. ده سنه كام؟ 1978. يجيب فلوس بدل مش مكتوب عليه ولا متبهدل، يجيب لك فلوس. يبقى احنا عندنا عمله مصريه وعمله غير مصريه. زي ما اتكلمت قبل كده في فيديو قبل كده، قلت لك لو معاك الشيل ال 10 قروش او ال5 قروش ما تبهدلش فيهم، ما تبيعهمش كده بالسهل، بالعكس بيجيبوا فلوس كويسه جدا. وسواعي بيتعمل عليهم، بينزل عليهم الفيس. في ناس يبقى محتاجه الفلوس ديت بالذات، الفلوس اللي هي دي. بص كده معايا اللي هم ال 10 قروش وال5 قروش دي، الالوان دي بالذات. بص كده. الجنيه المصري ده يا جماعه قيمته عاليه، عمرها ما تنزل قبل بفضل الله. الجنيه المصري القديم ده قيمته عاليه جدا، مكتوب عليه البنك المركزي المصري. جنيه واحد القاهره، سنه القاهره 5 اغسطس سنه 1976، عن البنك المركزي المصري. قيمته موجوده الجنيه المصري، والظهر بتاعه هو الحاله بتاعته كويسه جدا، مش متبهدل مش مكتوب عليه. ده برده يجيب فلوس. بص بقى اللي ما يجيبش فلوس ده 25 قرش، وال25 قرش ربع جنيه الازرق. ده ربع جنيه الازرق ده يجيب لك فلوس كويسه جدا. بس لما عندي حاجه واحده بس، درجه الحبر اللي جت عليها دي ضيع السعر بتاعه، ضيع نزلت من قيمته جامد جدا. ومع انه سنه كام؟ سنه 1963 يعني. ماشي مكتوب عليه المحافظ عبد الحكيم. يعني بص ربع جنيه زي كده الازرق ده برده من الحاجات النادره اللي مش موجوده. ربع جنيه الازرق مش متوفر عند ناس كتير جدا، وناس يعني بتغوى الربع جنيه الازرق ده بالذات. بس للاسف انا عندي جعل حبر ضيع القيمه بتاعته. وده الظهر بتاعه، تحس الشغل بتاعه شغل كده جميل جدا زي شغل الناس زمان. شغل اللي هم الرومان والناس، يعني بيعرفوا يعملوا شغل جميل جدا جدا. الله اكبر على اللي عمل الشغل ده. يعني التصميم بتاعه كويس جدا. الربع جنيه الازعال على 5 جنيه، دي ال5 جنيه سنه 1978 برده القيمه بتاعتها كويس وتجيب سعر كويس. ده الوش بتاعها وده الظهر بتاعها. في 5 جنيه برده ثانيه. ال5 جنيه بقى دي اغلى من 5 جنيه. هتقولي ايه الفرق؟ اقول لك ايه الفرق. في 5 جنيه تجيب سعر كويس و5 جنيه تجيب سعر قليل. بس دي بتجيب فلوس ودي بتجيب فلوس، ودي بس دي فلوس عن فلوس تفرق. ايه الفرق؟ ال5 جنيه بص خليك معايا. ال5 جنيه مكتوب عليها ايه؟ البنك الاهلي المصري. اي حاجه مكتوب عليها البنك الاهلي المصري غاليه، اوعى تفرط فيها، بيعها وانت حاطط رجل على رجل. ليه بقى؟ عشان دي بتجيب بدل مكتوب عليها البنك الاهلي المصري، عارف اللي هي قيمتها عاليه، سعرها عالي جدا جدا. طول ما انت محافظ على الجوده بتاعتها مش مبهدلها، هتجيب لك سعر بشكل رحمن كويس جدا، ما تبهدلش فيها. بدل مكتوب عليها البنك الاهلي المصري، عشان دي يعتبر اقدم عمله مصريه اللي هي البنك الاهلي المصري. ده على ايام البنك كان لسه هو ايه؟ البنك الاهلي المصري. كان جدي وجدك كان بيحطوا الفلوس زمان، كان ايه؟ ايام خير زمان كان لها يعني. بص كان بيجيب كان بص اللي معاه ال5 جنيه او ال10 جنيه كان بيشتروا بقى يوم واحد مرتين ثلاثه بال5 جنيه او بال10 جنيه. يعني ال5 جنيه دي لها قيمتها، والنهارده برده في العصر بتاعتنا برده لها قيمتها. ياما تبيعها ال5 جنيه تبيعها لك ب 500 جنيه، مش قليله ومش وحش. انت اللي قلت لحد اديني 500 جنيه مش هيديهم، بس لو معاك العمله دي ورحت بعتها هتجيب لك فلوس. ايه الفرق بين البنك الاهلي وبين البنك المركزي؟ تعالى شوف دي سنه كام ودي سنه. قلنا ال5 جنيه دي سنه مكتوب عليها البنك المركزي المصري، دي سنه 1978 مكتوب عليها من تحت البنك المركزي المصري. وده اسم المحافظ بتاعها. بص كده دي ال5 جنيه اهي، ده الشغل بتاعها. دي ال5 جنيه وده الظهر بتاعها. تعالى بقى شوف ال5 جنيه الثانيه دي بقى. 5 جنيه الثانيه اهي، خليكم معايا. دي ال5 جنيه الثانيه اهي مكتوب عليها البنك الاهلي المصري، مكتوب بقى عليها ايه؟ حتى الكتابه يا
جماعه تفرق. الكتاب بتاعتها سنه كام ديت؟ طبعا على صدرها يوم 1878 ماشي. سنه كام؟ 1959. 1959 طبعا على القاهره 4 يوليو سنه 1959. محافظ البنك. شفت حتى الامضه مختلفه، كل حاجه مختلفه. شفت في الجنب كده يا جماعه مكتوب ايه؟ البنك الاهلي المصري. بص مكتوب فين بخط صغير جدا اهي تحت التمثال الفرعوني. بص كده، وادي ال5 جنيه وده القلعه اهي. تعالى بقى نبص ايه الظهر بتاعها. بص بقى الظهر بتاعها مختلف خالص ازاي. الشغل بتاعها شغل يفرق خالص. الشغل بتاعها شغل جامد جدا جدا. شفت الرسمات بتاعتها واللون مختلف خالص. دي بالنسبه لل5 جنيه. لو دي هتجيب لك 100 دي هتجيب لك 500. شوف بقول لك ايه، وال5 جنيه دي هتجيب لك 100 جنيه دي هتجيب لك 500 جنيه. يا جماعه الفلوس اللي معاها فلوس قديمه ما يفرش فيها ويبهدلها او يكتب عليها بجد، ده بيفرق السعر بتاعها. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك بتاعكم وتفعيل الجرس واللايك بتاعكم. ويا رب اي حد مشترك عندي ربنا يا رب يسترها معاه فوق الارض وتحت الارض وهي العرض عليه ويفك كربه، ويا رب تقبل دعواته عندهم بشيء الرحمن يا رب. وشكرا لاي حد بيشترك عندي يا جماعه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا رب اي حاجه اقدمها لكم يا رب يبقى فايده وتعملوا بيها ان شاء الله بشيء الرحمن. هجيب لكم فيديو تاني ازاي تروح تبيع العمله بتاعتكم في المكان اللي انت بتبيعها. بس حاليا دلوقتي بقول لك ممكن تقدر تبيع العمله بتاعتك على الفيس، بس هجيب لكم ان شاء الله اماكن اكيده ممكن تبقى اللي معاه عمله يبيعها فيها ان شاء الله بشيء الرحمن، او احتفظ بيها. ليه تبيع فيها؟ يعني في ناس بتحتفظ بالعملات دي. العملات دي يعني حاجات ذكريات حلوه. الناس اللي بتشتريها بتخليها عندها يعني من الحاجات الجميله، من العصور الجميله جدا وايام جدودنا، يعني ايام الخير والعز كله ماشي. والحمد لله الخير موجود لحد النهارده يعني الحمد لله. ربنا يا رب يحفظ بلادنا يا رب من كل سوء يا رب ويحفظ شعبها يا ارحم الراحمين يا رب العرش العظيم. الشعب المصري شعب جميل جدا وشعب طيب جدا جدا. ربنا يا رب يحفظنا يا ارحم الراحمين يا رب العرش العظيم ويسترها معنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.